تونس دولة مديونة بأكثر من 80% من الناتج الداخلي الخام متاعها، وعملت عجز في الميزان التجاري في أول 5 شهور من سنة 2026 يتجاوز 10 مليارات من الدينار. عندنا نسبة البطالة تتجاوز 23% وتوصل بين الشباب وخاصة بين خريجي التعليم العالي لأكثر من 40%. وكل عام نعملوا في نسبة تضخم بين 5 و 8% اللي يعني ارتفاع في الأسعار وتدهور في القدرة الشرائية متاع التوانسة بصفة مستمرة وياسر كاسحة. والأرقام هذه الكل بالطبيعة تعكس أن الوضعية الاقتصادية في تونس وضعية جدا سيئة، وأي إنسان بشارع الأرقام هذه باش يقولك أنه البلاد تعيش في أزمة اقتصادية واضحة وصريحة. ولكن في الفيديو هذه حبيت أني نستعرض الوجه الآخر من الاقتصاد التونسي والقراءة الاقتصادية الصحيحة للاقتصاد متاعنا، ونحب نوضح للناس الكل كيفاش أن الاقتصاد متاعنا راهو بالرسمي اقتصاد قوي مش كلام برا، ونحب نفهمكم ونوضح لكم علاش أنه الحكاية مرهونة في شوية تنازلات من الشعب وفي استراتيجية واضحة من الحكومة باش نظهروا المعدن الحقيقي للاقتصاد التونسي وباش نخليوا الاقتصاد التونسي يولي اقتصاد حقيقي وقوي برشا. أول حاجة لازم نعملوها أن نراجعوا بموضوعية الأسباب الرئيسية متاع الأزمة الاقتصادية للدولة التونسية، وكي نقول نعملوا مراجعة موضوعية لازمنا نبعدوا على الكلام اللي ما هو باش يوصلنا لحتى شيء متاع الفساد واللوبيات والهيمنة الاقتصادية والكلام هذا. الحوايج هذه متاع الفساد والاحتكار واللوبيات بالطبيعة تجم تأثر على أي اقتصاد وتحطه يعاني، ولكن عمرها ما تكون سبب رئيسي في أنك توصل لوضعية اقتصادية متدنية. الدولة راهي في الأول وفي الآخر ما هي إلا مؤسسة تعتمد على موارد، يعني أي دولة في العالم ومنها تونس باش يكون عندها إيرادات يا إما جاية من الضرائب يا إما من الاستثمارات متاعها، وبطبيعة الحال في نفس الوقت باش يكون عندها مصاريف. وأي دولة تحب تولي قوية وتحب تعمل نهضة اقتصادية لازمها تزيد في الإيرادات متاعها وتنقص في المصاريف متاعها لو ماكسيموم. واول حاجه نجمو نبداو نصلحوها فاسيلمون في تونس هي العجز الطاقي اللي ماكل الميزان التجاري كومبليتمون. اكثر حاجه حاليا تستنزف في العمله الصعبه في تونس هي استيراد النفط ومشتقاته، خاصه بعد التوترات في الشرق الاوسط. ومنية باش تدخل على الخط اول نقطه قوه للاقتصاد التونسي وهي الطاقات المتجدده. في تونس قاعدين نصرفوا كل عام بين 5 و 6 مليارات دينار باش ندعموا الطاقه ونحطوا الطاقه سومها معقول في وسط البلاد، واللي هي بالطبيعه حاجه مهمة باش الصناعة متاعنا ما تتضربش، ولكن مشكلتها الحقيقية واللي محبيناش نفهموها انها استراتيجية غير مستدامة. يعني في اي لحظة اسعار النفط ترتفع واسعار الطاقة يصير فيها اي حاجة في العالم، الاقتصاد متاع بلاد كاملة ينهار ويتبلع، والدولة تضطر تتسلف برشا فلوس والشعب يضطر يعاني من برشا تضخم. والحل شيء هذا على سبيل المثال ان نعملوا استراتيجية طاقية في بلاصة من ان نعملوا مسكنات طاقية. يعني في بلاصة ما نصرفوا 5 ولا 6 مليارات دينار في دعم النفط نشدوا الفلوس هذه ونقسموها باش نستثمروا في الطاقات المتجددة وفي البنية التحتية الأساسية والنقل العمومي وسط البلاد. على خاطر إذا كان نحسنوا النقل العمومي العباد ما عادش باش تصحى برشا تستعمل السيارات نتاعها، ومش باش يأثر عليها برشا إنه أسعار النفط تكون مرتفعة. وإذا كان البنية التحتية تكون ممتازة الشركة باش يولي الترانسبور نتاعها يكلف أقل على خاطر الكياسات وسيركيلاسيون تولي أخف، وهكاك حتى كان أسعار الطاقة مرتفعة ما عادش باش تكون مشكلة كبيرة برشا على خاطر ما عادش نسحقوا نستهلكوا كمية كبيرة من النفط. والبارتي الأخرى متاع فلوس الدعم هذه كما قلنا نعملوا بها طاقات متجددة، ورغم ما فما حتى إنسان فاهم كيفاش تونس دولة عندها البوتنسيال هذا الكل في الطاقات المتجددة وما هيش قاعدة تستثمر وتتحول من النفط للكهرباء، خاصة وأنه سوق السيارات الكهربائية في العالم الكل قاعد يتطور. وإذا كان نبدأ نستثمر من تو الحكاية تسحق منا بين 10 و 15 عام باش نعملوا اكتفاء من الكهرباء من الطاقات المتجددة كومبليتمون. اي نعم الحكاية بالسهولة هذه كان الفلوس اللي نحرقوا فيها على البترول نستثمروها في الطاقة المتجددة وفي سياسة تنموية حقيقية للبنية التحتية وللنقل العمومي ونوفروا النقل رخيص للعباد، وجيس نعملوا شعارات برا. الميلونج هذايا بالطبيعة مش باش يعطي افي ايميديا، معناتها مش طول باش نبداو نلقاو تحسن في النقل العمومي وتحسن في الطاقة، بل بالعكس التأثير نتاعو اكورتي على المدى القصير باش يكون مؤلم برشا، وباش نلقاو انه اسعار البترول والمشتقات نتاعو ياسر ارتفعت، وفي اول عامين ولا 3 من توجه كيما هذايا باش نلقاو انه المواطنين يعانيو طاقيا، وباش نلقاو زاده انه اسعار التنقل للشركات ياسر ولات غاليه. انا هذه هي النقطه اللي انا حابب نوصلها. احنا وصلنا لسيتياسيون ما عادش لازمنا نفكروا في المدى القصير. احنا كما قلنا في اول الفيديو دولة اقتصادها هش وضعيف، ما نجموش نستناو ان نعيشوا في وضعيه ياسر مرتاحه في وضعيه متاع رفاهيه كبيره برشا، ولكن قرارات كيما هذه تاثر على المدى القصير تخليك في المقابل في المدى الطويل ياسر قوي وياسر تتحمل الصدمات الخارجيه. خاطر اذا الدوله ولات تنتج الطاقه متاعها
وإذا ولا عنا النقل العمومي بالوقت الشيء ما يجيش بين ليلة ونهار، لازم استثمارات صحيحة، استثمارات مدروسة واستثمارات واقعية ومنطقية باش نوصلوا الريزولتا باهي بالوقت. وبشوية بشوية وفي خلال 10 سنوات نجم نلقاو تونس انتقلت من مستورد صافي للطاقة إلى منتج صافي للطاقة. ثاني حاجة اللي لازم نفهموها وتجربة قبل في تونس إنه إحنا كدولة أحسن حاجة نجم نستثمروا فيها حاليا هي البنية التحتية الأساسية متاع الصحة والتعليم. عندنا ولايات أساسية كما تونس الكبرى وسوسة وصفاقس والمستير والمهدية وشوية ولايات ساحلية تعتبر الوضعية متاعها من حيث البنية التحتية خاصة كتلة الصحة والتعليم مقبولة نسبيا. مانيش قاعد نجمل في الوضع ونقول إنه إحنا عايشين في بذخ، ولكن الولايات هذه عندها المينيموم متاع المينيموم اللي نجموا نعملوه فاسيلمون. إنه السيتياسيون الموجودة فيها الولايات هذه نحاول نطبقوها ونعمموها على بقية الولايات. تخيل أنت إذا التنمية الموجودة في تونس الكبرى وإلا في صفاقس اللي هي ولاية تعد اقتصاديا قوية برشا، تجي تطبقها على المناطق الداخلية ومناطق الوسط اللي الاقتصاد متاعها هش. الشيء هذا يجي يخلق نمو اقتصادي سريع جدا في البلاد، على خاطر مواطنين المناطق هذوما باش يبداو يلقاو موارد رزق. والعباد اللي عندها برشا فلوس في الولايات الكبرى واللي معاش لاقية بلايص تستثمر فيها تجم تولي تتشجع وتستثمر في المناطق الداخلية أكثر. وكما قلت لكم الأمور هذه تستحق فقط استراتيجية وخطة مدروسة ونبداو نعرفوا وين نحطوا فلوسنا. يعني لازم نفهموا كشعب تونسي إنه الحكومة مش الدور متاعها إنها توفر مواطن شغل وإنها تخدم العباد وإنها تحرق فلوس في أجور ما منها حتى فايدة. وأي دولة في العالم تحب تتقدم مستحيل إنها تدعم سلعة مستوردة. يعني مش منطقي إنك تكون تدعم في سلعة كيما النفط قاعدة تحرق في الدفيس. وعلاش ركزت على الطاقة كتاي الدعم؟ على خاطر بالطبيعة ما نجموش توتا نكون نحيو الدعم على الخبز وعلى السكر وعلى الغيرة، وهذه مواد حياتية تنجم أصلا تدخل العباد والمواطنين في تونس في مجاعات كارثية. كما قلت لكم فما برشا حلول باش نحسنوا الوضعية الاقتصادية نتاعنا، أما كلها يحب لها وقت، يحب لها اعتراف بالكارثة اللي عايشينها، ويحب لها شجاعة كبيرة. وفي نفس الوقت السياسات الحقيقية واللي باش تطلع على الاقتصاد التونسي باش تأثر على برشا مواطنين في تونس وبرشا عباد، خاصة في بداية سياسات كيما هكا الوضعية الاقتصادية متاعهم باش تولي صعيبة فوق اللازم، فوق ما هي صعيبة أصلا. ولكن ما نتصورش فما زوز ناس طبيعيين لهم اقتصاديين لهم حتى شيء يجموا يتفقوا إنه أي دولة تستثمر في بنية تحتية ممتازة في الصحة وفي التعليم، مش في مشاريع كبيرة وفارغة ما هي باش تنفع في حتى شيء. لازم نستثمروا في الأمور هذه، الأمور اللي تعيش معاك، الأمور اللي تخلي العباد عندها جودة حياة بالرسمي، والأمور اللي تجم تعاون الإنتاجية وتجم تعاون الاقتصاد في إنه يحقق نسب نمو مرتفعة. والكلام هذا ما هوش حبر على ورق. أي دولة في العالم اتبعت المنهج هذا ومنهم تونس في السبعينات والثمانينات متاع القرن الماضي نجمت في الأخر، ومع الوقت بعد ما استثمرت في صغارها في التعليم، بعد ما استثمرت في الصحة، بعد ما استثمرت في النقل، بعد ما استثمرت في طاقة حرة، إنها توصل لمراحل متاع تقدم ما كان حتى إنسان يجم يتخيل. وراهو النتائج عمرها ما تكون بالليل ونهار، والبدايات ديما تكون صعيبة وديما تبدأ بسياسات تقشفية. وأبرز الدول الناجحة حاليا واللي اعتمدت الاستراتيجيات هذه هي تركيا، كوريا الجنوبية، سنغافورة، الصين. وما غير ما نمشيو بعيد برشا الدول اللي حاليا تعد دول متقدمة جدا، خاصة اليابان وأوروبا، دول اعتمدت السياسات هذه من بكري من بعد الحرب العالمية الثانية، وآكم تراو وين وصلوا حاليا. وميزة الاقتصاد التونسي في هذه الكل انه عنده مداخيل دول اخرى ما تحلمش بها، كما موارد الطبيعيه ابرزها الفوسفات، كما مداخيل سياحيه استراتيجيه، وزيد عندنا التونسيين اللي يخدموا في الخارج واللي قاعدين يدخلوا في كميه مهوله تاع عمله صعبه. وهذه كلها امتيازات موجوده في الاقتصاد التونسي، ونعرف انه اذا كان باش نستناو تطبيق حوايج كما هذه حاليا في تونس الواضح انه حاجه صعيبه، خاصه واني ديما نحب ناخذ الامور بموضوعيه. وراهو بالنسبه لي التغيير لازم يبدا من وعي الشعب الاقتصادي ومن فكرنا احنا كشعب، على خاطر الوعي الشعبي هو اللي يجي يوصلنا للسلطة تحقق التنمية الاقتصادية الحقيقية.